الاتحاد البريدي العالمي. الاتحاد البريدي العالمي بالإنجليزية Universal Postal Union، ويعرف اختصارا يوبي، أنشئ في 9 تشرين الأول أكتوبر 1874 ميلاديا في العاصمة بن السويسرية. يعد ثاني أقدم منظمة دولية في العالم، يضم 192 دولة، وهو المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي. أصبح الاتحاد البريدي العالمي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 1 تموز يوليو 1948، وعلى هذا النحو يساهم الاتحاد البريدي العالمي في وضع سياسات وأنشطة الأمم المتحدة بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد في 9 تشرين الأول أكتوبر، ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي. البنك الدولي. البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب العالمية الثانية في علامة اقتباس بريتون وودز، علامة اقتباس بولاية نيو هامبشير الأمريكية. ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات، والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول. ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله، ويركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000، والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من 5 منظمات عالمية مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد أنشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعماله في 27 يناير 1946. رئيسه الحالي هو ديفيد مالباس. منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية يرمز لها اختصارا هو، هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت في 7 أبريل 1948، ومقرها الحالي في جنيف، سويسرا، ويدير السيد تيدروس أدهانوم المنظمة، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث الصحية، ووضع القواعد والمعايير، وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبينات، وتوفير الدعم التقني إلى البلدان، ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها. وقد باتت الصحة في القرن 21 مسؤولية مشتركة تنطوي على ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الأساسية، وعلى الوقوف بشكل جماعي لمواجهة الأخطار عبر الوطنية. الأهداف. يقول دستور منظمة الصحة العالمية إن الغرض منها هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب حتى الآن. لتحقيق هذا الهدف بدأت حملة في عام 1998 تسمى الصحة للجميع في القرن 21، كما تعتمد جمعية الصحة العالمية على إعلان الملآة من عام 1978. ينبغي أن تكون درجة الصحة على مستوى يتاح لجميع الناس، ومنتجة اجتماعيا واقتصاديا. الصحة تعتبر جزءا أساسيا من التنمية البشرية المتطورة. دستور منظمة الصحة العالمية يصحح من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا، والرفاه الاجتماعي، ووجود المرض أو العجز. هذا التعريف للصحة التي حددتها لمفهوم تعزيز الصحة في ميثاق أوتاوا لعام 1986 وضعت منظمة الصحة العالمية. وافترض تحقيق هذا الشرط سواء من الأفراد والجماعات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم والآمال والواقع، وتصور بيئتهم والتعامل مع التغيير. المنظمة العالمية للملكية الفكرية. المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإنجليزية World Intellectual Property Organization
وتعرف أيضا باسم وياب نسبة للاختصار بالإنجليزية WIPO، منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعمل من أجل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. ظهرت في سنة 1967 وتأسست سنة 1970. انطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية في 1833 بيرن ومؤتمر حماية المصنفات الأدبية والفنية الموقع في سنة 1886. مهمتها فرض الاحترام للخصوصية الفكرية في العالم بأسره، إضافة إلى حماية حقوق الفرد الملكية، صور، أغاني، فنون. تستمد الويب نحو 85% من ميزانيتها السنوية من أنشطة التسجيل والنشر الدولية المنتفع بها على نطاق واسع، ويتأتى الجزء الباقي من اشتراكات الدول الأعضاء فيها. وتبلغ ميزانية الويب السنوية ما يناهز 200 مليون فرنك سويسري. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالإنجليزية World Meteorological Organization واختصارا بالإنجليزية WMO، هي منظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة. تتكون عضوية المنظمة من 185 دولة و6 أقاليم. وقد انبثقت من المنظمة الدولية للأرصاد الجوية والمنظمة البحرية الدولية، والتي أسست في 1873. أسست المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 1950، وفي 1951 أصبحت هيئة متخصصة للأمم المتحدة في علم الطقس، أي الطقس والمناخ، وعلم المياه العملية وعلوم الجيوفيزياء التي لها صلة. تأخذ المنظمة من مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها، ويرأسها أمين عام ينتخب من قبل برلمان المنظمة كل 4 سنوات. والرئيس الحالي ألكسندر بيدريتسكا، والأمين العام الحالي هو ميشيل جيرارد. في يونيو 1976، وبناء على تقارير صحفية توقعت حدثا مماثلا للعصر الجليدي الصغير، أطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا هاما للغاية من ظاهرة احترار المناخ العالمي، الاحتباس الحراري، الصوبة المحتملة.